بقتالية كبيرة، خصوصا نتحدث عن منطقة الوسط ومنطقة الدفاع ومنطقة المحور. والله الحمد لله أول شيء على كل حال. فاحنا لعبنا قدام المتصدر في البداية، وطبعا في الشوط الأول زي ما قلت قاتلنا، بس نقصنا. يعني احنا لو سجلنا الهدف اللي في الشوط الأول ضيعنا بلنتي. يعني لو استغلنا البلنتي وكم هجمة في الشوط الأول كان يمكن نزلنا الشوط الثاني بظروف احسن. مع انه نزلنا الشوط الثاني سجلنا هدف، بس اداءنا قل في وسط الملعب، قل من الشوط الاول. بس هذا حال الكوره، ونقول الحمد لله. ان شاء الله الجاي افضل ان شاء الله باذن الواحد الاحد ان شاء الله. طيب في نقطة مهمة اللعيبة تحدث عنها، الروح ان هي موجودة والروح. هل غابت الروح او غابت الخبرة في الربع ساعة الأخيرة وال20 دقيقة الأخيرة؟ لا والله هي مو قصه روح ولا خبره، بس جو المباراه تقريبا. يعني انت سجلت جول حلو، احنا مشكلتنا انه ما قدرنا نحافظ على جولنا، بس هذا مشكلتنا. ولا خبره موجوده، الروح موجوده. انت شفت الجو المباراه ككل. يعني الخبره الحمد لله، الروح موجوده الحمد لله. بس زي ما تقول يمكن الحظ ما حالفنا الشوط الثاني، الحظ هو اللي ما حالفنا. ولا الحمد لله ادوا العيال وما قصروا، واقول لهم يعطيكم العافيه ان شاء الله. وان شاء الله نوعد جمهورنا والاداره ان شاء الله باذن الواحد الاحد الجايات افضل ان شاء الله باذن الواحد الاحد. شكرا ياسين. يعطيك العافيه. شكرا ياسين حمزة، مدافع نادي التعاون. بالتأكيد المؤتمر الآن